بتعبير مذيعة قناة العيون الفريق الرياضي بالفيلق العسكري، وامتزجت لديهم كرة القدم بكراهية الندم، فتحول فريق نهضة بركان إلى فوهة بركان في إطلالة تعد آخر صيحات الحماقات والتفاهات والترهات. مسرحية القميص بكل ما تضمنته من بدع طالت مفهوم السيادة دليل واضح على أن متلازمة الجار مع قميص نهضة بركان تجاوزت الكاف والكان، وأصبحت تستدعي خبراء منظمة الصحة العالمية في مجال السلامة العقلية. وهل من مرض أخطر من أن يتم اعتبار خريطة البلد الجار مساسا بسيادة الجار الآخر؟ وهل أصبح قميص رياضي في خانة الدرونات والصواريخ العابرة للقارات؟ إنها عقدة المجال التي جعلت حكام الجوار يعيشون كوابيس مزمنة بسبب المغرب وقفطان المغرب وزليج المغرب وكسكسو المغرب وعالم المغرب وخريطة المغرب.